صينية كباب بس بالبرغل الناعم، سهلة وبسيطة، والأهم من هذا كلش طيبة. برغل ناعم نقعته بمي وقفته على جهة 10 دقايق. راح أحضر اللحم، خليت وياه جوز، فلفل أخضر، بصل، وراح أعجنه زين. بعدها راح أخلي البرغل اللي نقع تقريبا 10 دقايق. شفتوا الحبات مال البرغل نفشت، ضفتها عليه وخليت بهارات وكرفس وملح، كل شي حيكون مكتوب أسفل الفيديو. وأجنة كلش زينة. أنا هنا طبعا أجندها هذه الخلطة بالمثرامة. في حالة ما عندكم مثرامة تقدرون تعجنوها بس تطولون بالعجن فالثلث ساعة إلى أن تتداخل المكونات كلش زين. بعدين خليتها ببايركس مدهون براشي، وتقدرون تدهنوه بالدهن بعد أحسن، وتخلوها فرن حامي على درجة حرارة 200 أو أعلى. ضروري ينشوي الكباب على درجة حرارة عالية على مود السوائل مالته ما تطلع ويحتفظ بالعصارة مالته. يشغلون الفوق والجو سوا، أو إذا ما عندكم أو ما يشتغل الجو الفوق سوا تفتحون أول شي الجو وبعدين الفوق ويتقدم. أنصحكم أكيد تجربوا، كلش سهل وكلش طيب. وممكن تضيفون على الوجه أي شي. أنا ضفت جوز وشوية طماطم، ممكن تضيفون فلفل أخضر أو لوز أو أي شي. وبس أتمنى أعجبكم.